بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. أصدر استطار على التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب 2025. بعد طبعا مباريات اليوم انتهت وتأهلت كل الفرق ال24، وشاهد اليوم الأخير اللي هو اليوم الثلاثاء تأهل 3 منتخبات، تنزانيا وبوتسوانا وموزمبيق، ليكتمل عدد ال24 منتخب في أفريقيا. كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت نسختها الأولى عام 1957 بمشاركة 3 فرق فقط، ووصل عدد المشاركين بها عام 1968 إلى 8 فرق بنظام المجموعتين، ليتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وهو النظام الذي ظل مستمرا حتى بطولة 1992 التي شهدت زيادة العدد إلى 12 فريق مقسمين إلى 4 مجموعات. وبدءا من بطولة 1996 زاد عدد المنتخبات المشاركة إلى 16 فريق مقسمين على 4 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب من الدور ربع النهائي. وشهدت بطولة 2019 آخر تعديل في الزيادة الأكبر، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم ل 24 فريق مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث إلى دور 16 بداية أدوار خروج المغلوب. ولم تشهد التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب تأهل أي فريق جديد للبطولة، فيما شهدت فشل غانا في التأهل للمرة الأولى منذ 20 عاما. وتزايل بلاك ستارز المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات فقط و3 هزائم، حيث فشل الفريق المتوج ب4 ألقاب في تحقيق أي فوز بالمجموعة إلى تأهل منها أنجولا والسودان، فيما ودعت غانا إلى جانب النيجر. ولم ينجح منتخب موريتانيا في التأهل لكأس الأمم بعد 3 بطولات متتالية. آخر 3 بطولات كانوا صعدوا فيهم بشكل متتالي تأهل خلالهم، وذلك بعد نجاح منتخب بوتسوانا في خطف التعادل مع منتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي، وهو التعادل ده اللي خلاهم يزيدوا نقطة ويبقوا 8 نقط أزيد من منتخب موريتانيا بنقطة، وبذلك صعدوا إلى كأس الأمم. كما غاب منتخب غينيا عن أفريقيا بعد التواجد بالنسخة الثالثة الأخيرة أيضا، وذلك على لحساب تنزانيا التي تأهلت إلى أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي. المنتخب المغربي هو أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في التصفيات ب 26 هدف، يليه الجزائر ب16 هدف، فيما يحتل منتخب مالي والسنغال الأقوى دفاعا، حيث تلقى كل فريق هدفا وحيدا. كما يعد أسود الأطلس المنتخب الوحيد الذي حصد العلامة الكاملة 18 نقطة بالفوز في 6 مباريات رغم ضمان التأهل نظرا لاستضافة البطولة. وجاء المنتخب المصري في المركز الرابع كأقوى هجوم ب12 هدف بعد المغرب والجزائر وجنوب أفريقيا، وثاني أقوى خط دفاع بالتساوي مع المغرب والجزائر والكاميرون وأنجولا. المنتخبات المتأهلة كالتالي: في المجموعة الأولى تونس وجزر القمر، المجموعة الثانية المغرب والجابون، المجموعة الثالثة مصر وبوتسوانا، المجموعة الرابعة نيجيريا وبنين، المجموعة الخامسة الجزائر وغينيا الاستوائية، المجموعة السادسة أنجولا والسودان، المجموعة السابعة زامبيا وكوتيفوار، المجموعة الثامنة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، المجموعة التاسعة مالي وموزمبيق، المجموعة العاشرة الكاميرون وزيمبابوي، المجموعة ال11 جنوب أفريقيا وأوغندا، المجموعة ال12 والأخيرة السنغال وبوركينا فاسو. وتصدر منتخب مصر المنتخبات المتوجة بكأس الأمم ب7 ألقاب، ثم منتخب الكاميرون المتوج ب5 ألقاب، والمنتخب الغاني الذي توج ب4 ألقاب ولم يصعد إلى البطولة، ونيجيريا 3، وكوتيفوار حامل اللقب الذي نجح في معادلة الجزائر والكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منتخب، ومنتخب زامبيا وجنوب أفريقيا والسنغال والكونغو والمغرب والسودان وتونس وأثيوبيا بواقع لقب لكل منتخب.